السلام عليكم حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. وصفتنا اليوم بكثر ما شفتها في مواقع التواصل الاجتماعي صراحة عجبتني بزاف بزاف وتشهيتها، وقلت علاش لا اليوم غادي نوض نديرها ونشاركها مع حبايبي. يلا تبعوا معايا للآخر باش تشوفوا وصفتنا اليوم كيفاش غتجي، واكيد غادي تعجبكم ان شاء الله. بالنسبه للمقادير حبايبي، هنا عندنا 2 كوب دقيق ابيض، كوب ديال سميد ناعم، ملعقه كبيره ديال حليب بودره، اذا عندك اعمليها ما عندكش ما ديريهاش، نص كوب سمنه او تخلطيهم بجوج، نص سمنه ونص زيت نباتي. عندنا ملعقه كبيره ديال سكر حبيبات، نصف معلقه ديال الخميره العجين، وعندنا ربع ملعقه ملح. هادو هما الاكواب المعياريه اللي كنستعمل. من الاحسن يكونوا عندكم الاكواب، الا ما عندكمش ديروا الكاس نفس الكاس اللي كتعبري به، تعبري به كل المقادير. بالنسبه للقطر انا درتهم بكري لانه باش يبرد ليا. 2 كوب سكر وكوب ماء، وخليه لما يغلي كتزيد عليه واحد الملعقه ديال الليمون معصور، ملعقه كبيره. وملي تسالي تبغي تزيدي فيه شي نكهه ولا شي حاجه تزيدي فيه فانيليا سائله او تزيدي فيه ماء زهر. انا هنايا درت ماء زهر لانه كيعجبني المذاق ديالو. يلا كملوا معايا للاخر. وهنا حبايبي كنزيدوا المكونات ديالنا، 2 كوب دقيق، بسم الله. نزيدو بالتدريج، ما نكبوش كامل ولكن بشويه بشويه. هنا يا حبايبي راه طار لي واحد المرطه، كتخلطي كل المكونات وتتعجنيها مع بعض. صافي، هي العجينه ديالها جاهزه. دركا شويه في سطح العمل، هاكا نجمعوها. صافي نخليوها تستراح واحد 10 حتى ل 15 دقيقه. بما جهزت الحاجات ديالي ديال القلي ونرجع لكم. نغطيوها بالفيلم اليمونتير، نخليوها ترتاح شويه. وهاهي العجينه ديالنا جاهزه حبايبي، غادي نقسموها كويرات. تقريبا يكون فيهم تقريبا شي 15 حتى 20 غرام. المهم اللي عارف يدير عيني ميزاني يديرها، انا غادي نعبرهم باش يجوني كلهم قادين. عندي الميزان، اللي عنده الميزان تعبرهم، دير فيهم تقريبا شي 20 غرام. غادي نعبرهم كاملين باش يجوني كلهم نفس القياس. ندير فيها 24، نحاول ندير فيها 20. هاهي 20، 20. يلا نكملهم كاملين نعبرهم ونرجع لكم. هانتو دابا قسمتهم كاملين درت فيهم 20، كاين اللي جات فيهم 21 20. وغادي نلولبهم نخليهم يرتاحوا شويه عاد نبدا نخدم فيهم. ودابا بعد ما كورتهم كاملين غادي نخدمهم دابا قدامكم. كاينين بزاف طرق كيفاش تصايبيهم. دابا انا عندي هذه غادي نديرها على شكل بحال الشهده، هي اللي غندير بها دابا الموديل. كاين بزاف الموديلات كديريهم غير بالماء تاع الدار، مره حكاكه، مره صينيه، مره شي شبكه، اي شيء عندك في الدار كديري. المهم انا عندي هذه بنجربها معاكم. يلا بسم الله. غناخذ واحد الكويره وغادي نضغطوا عليها مزيان. هنا نديرها شويه بحال طويله بحال التمره هكا، وغادي نضغط عليها مزيان هنا.
باش يترسموا فيها هذوك الحفيرات. وتنلفها بحال هكا. فوالا هانتو كتجي على هذا الشكل. شفتو كيف؟ هذا هو الموديل ديالها. ندير وحده ثانيه. بسم الله. كنلفوها بحال هكا اهو بهذا الشكل وتنضغطوا عليها. بسم الله هكا باش يترسموا فيها هذوك الحفيرات. وتلفوها كيف بحال هكا تجي على هذا الشكل كيف. يلا نكملهم كاملين ونرجع لكم. هانتو ثاني كاين هذا الموديل هذا غادي نديرو لكم دابا. تجي على هذا الشكل كنبقاو نضغطو وتجي على هذا الشكل. هانتو ما شاء الله كيفاش جا. وهنا حبايبي كملت النصف الاول اللي غادي يجي على شكل ببوشه كيف ما كنديروا في المغرب، والنصف الثاني غادي يجي طويل اللي هي اصابع زينب. وهذه هي الشبكه اللي قلت لكم ديروها حتى هي، راه كدير موديل زوين. هانتو شوفوا كيفاش دايره. انا قلت لك اي حاجه عندك في الدار تقدري تستعمليها. يلا غادي نكمل هذا الشيء ونرجع لكم. هانتو كنضغطوا عليها بحال هكا تنسرحوها ومن بعد كنبداو نلفوا فيها. هانتو كتجي على هذا الشكل. شفتوا كيف؟ هانتو ما شاء الله كيفاش جا. والله الا عييت ما قدرتش نكمل، قدرت غير النص ديال العجين، قلت نخبيها مره اخرى عاد نكملهم ما قدرتش. يا بسم الله نبدا نقلي دابا. بسم الله. شوفوا الزيت والسخن، غندير غير وحده نجرب بها، مازال ما سخناش الزيت. راني جربت وحده كتجي على هذا الشكل. شفتوا كيف؟ باش نشوف نيت حراره الزيت. دابا غادي ندير الباقي كله مع بعض. بسم الله. تنبقاو نحركوه باش يتحمروا من كل الجهات. صافي تحمروا، هذا هو اللون اللي تنبغيه. تنبقاو نحركو هاد العود باش ما نلاصقوهمش مع بعضياتهم، احسن من الشوكه.
نغطسوهم مزيان في السيرو او الشيرة او القطر. هانتو ما شاء الله تبارك الرحمن. وهنا حبايبي كملنا باقي العجين. صراحة راني عييت ولكن كملت باش ما نخليش العجينة تخسر ليا. شوفوا ما شاء الله هادو جاو زوينين اللي هي اصابع زينب. نتمنى تعجبكم. وهنا حبايبي نكملوا النصف الثاني اللي هما اصابع زينب. الاولين هما الببوشه ديال المغرب، هذيك كنقولوا لها الببوشه، وهادو هما اصابع زينب كيكونوا طوال. هانتم ما شاء الله. وهنا حبايبي بقى لي واحد شويه الفستق، قلت لها ما نضيعوش، غادي نرشوا عليهم شويه نزوقوا كما درت في الاولين. وانت الا بغيتي تخليهم هكا عاديين خليهم، ما كاين حتى شي مشكله. هانتم ما شاء الله كيفاش جاو. ممكن ديرها طويله ممكن ديرها قصير مثل ما درت انايا. هذيك تنديروها في المغرب كنقولوا لها الببوشه او الحلزون. كتجي حتى زوينه وبنينه. يلا غادي نكمل الزواق ديالي انا. بسم الله. ندير شويه هنا في الوسط بحال هكا. فوالا. يلا حبايبي نكمل الباقي ونرجع لكم. انتم ما شاء الله كيفاش جاو. وهادو هما اصابع زينب. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن كيفاش جاو. غير جربوهم راهم واعرين وبنان. هانتم ما شاء الله. وهادو هما اصابع زينب. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن جاو غزالين. غير جربوهم راهم بنان. نتمنى يعجبوكم. هنا حبيبي وصلنا للنهايه. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه الخفيفه الظريفه اللي هي اصابع زينب كما تيقولوا لها ناس الشرق الاوسط. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.